الكابتن خالد الغامدي، رحب فيك كابتن. اختلف اليوم النصر ما بين مباراة وأخرى. اليوم التشكيل يعتبر جديد على الأقل من خلال ما شاهدناه. العدد اللعب بمهاجمين، اليوم اللعب بمهاجم واحد صريح. ما هي توجيهات المدرب المختلفة عن المباريات الماضية تحديدا في الشوط الأول أول شيء؟ طبعا الحمد لله، هذا كله بفضل ربي اول شيء. طبعا غير المدرب اشياء كثيره في المباراه هذه، موازيه قوه نادي الشباب، طبعا فريق كبير، فحطينا التكتيك المناسب لهذه المباراه. والحمد لله اسبوعين كاملات دربنا على هالتكتيك هذا، والحمد لله نفعنا، وكان بيجي الفوز، لكن الله حكمه اقوى، فالحمد لله. جميل. في مجريات المباراة كان لديكم ردتين فعل، يعني النصر منذ زمن لا يكون لديه ردة فعل من خلال التسجيل، فمن ذلك كما تحدثت مع المتصدر الشباب. إحساسكم كلاعبين بعد هالردة؟ طبعا ردة فعل الجمهور كانت أكبر من ردة فعله، فكل ما كان الجمهور ردة فعله قوية فترجع علينا، فحنا نتحمس أكثر. كل ما شفنا الجمهور تحمس حنا تحمسنا أكثر. هذا كله فضل الله ثم فضل الجمهور. بس يا خالد، مباراة اليوم جماهيرية وإجازة بالجمهور، أتوقع ما كان في مستوى المباراة، صح؟ لا طبعا الجمهور يعني صح ان متعودين على الجمهور انه يبني مدرجات، جمهور نصر جمهور كبير، لكن اللي جاء فيه الخير وهذا يكفينا، اللي حضر يكفينا، يعني كفانا وزود يعني. طيب كلاعبين، عندكم إحساس أنه في نصر مختلف ما بعد العيد؟ والله كان ودنا نخلي العيد عيدين، لكن ما جاء الفوز، لكن قدمنا مستوى اتوقع ان الجمهور رضى علينا شوي. مو هذا كله اللي ودنا نقدمه للجمهور، لكن باذن الله مع الجايات بيكون نقدم اكثر وقت. طيب خالد، الحين امامنا وياك الكاميرا، في ناس كثير يمكن فهمت الموضوع السابق خطأ. ظهورك اليوم يعني انه لا يوجد شيء حتى ما نطلع، يعني ما نعطي الاخرين تفسير لهالموضوع. انت انت الاهم انك كنت فاهم قصدي وش كنت. طبعا قبل كل ذا انت تبقى اخوي وعزيز علي، يعني وما بيننا شيء، انت وضحت وجهة نظرك وما قلت شيء غلط ولا غلطت علي، برضه تمول لو في شيء غلط، برضه تمول. عليك تسلم. الله يسلمك حبيبي. شكرا الكابتن الخلوق والنجم خالد الغامدي. بالتأكيد